يا ولدي، تدري وش أعظم شيء ممكن تملكه؟ مو مال ولا جاه ولا حتى الناس، اللي يملك الوفاء هذا أغنى خلق الله. بقول لك سالفة صارت في ديرتنا قبل كم سنة، وكل أهل القرية يتذكرونها لين اليوم. كان في شايب اسمه أبو راشد عايش بروحه، لا ولد ولا تالي، وحيد، لكن ما كان أبدا يحس بالوحدة، لأنه كان معه كلب اسمه ظبيان. ظبيان ما كان كلب عادي، كان روحه وونيسه، صديقه وجليسه، كان وفياه فوق ما يتصور العقل. وين ما يمشي أبو راشد تلقى ظبيان وراه، حتى وهو رايح المسجد يوقف عند الباب لين يخلص. وفي الليل كان ينام عند باب غرفته يحرسه، ولو سمع صوت غريب يقوم قبل لا الشايب يصحى. وكانوا أهل القرية دايم يضحكون ويقولون: يا أبو راشد كنك مربي ولد مب كلب. يضحك الشايب ويقول: والله إن هالكلب يسوى بعض البشر. ويوم من الأيام صحت القرية على خبر كسر القلب، أبو راشد مات. الناس قاموا بالواجب، غسلوه، صلوا عليه ودفنوه. لكن ظبيان من أول لحظة اختفى فيها أبو راشد وهو واقف عند باب البيت ما تحرك، يستنى، كنه يقول يمكن يرجع، يمكن بس طلع شوي. مرت الأيام، أسبوع كامل، الكلب ما أكل ما شرب، رفض يدخل البيت، رفض يتحرك، بس يناظر الباب، كنه متوقع يشوف أبو راشد يفتح ويبتسم له. حاولوا يأخذونه، حاولوا يطعمونه، ما رضى، عيونه حزينة صامتة وفيها شيء كأنها تقول: أنا وعدته ما أتركه وأنا عند وعدي. وفي صباح حزين لقوه ممدد قدام الباب، مات، بس مو موت عادي، مات من الوفاء، من الحزن، من الفقد. هذه سالفة ظبيان كلب، بس علمنا معنى الوفاء الحقيقي. علمنا إن الوفاء ما لازم ينقال، أحيانا يكفي إنك تكون حاضر حتى بعد ما يغيب اللي تحب. وعلمنا إن أحيانا أوفى قلب ما يكون قلب إنسان. احفظ هالاسم ظبيان، لأن في كل زاوية من زوايا قريتنا وكل ما ذكرنا أبو راشد نذكر وياه كلب ما خان. وإذا في شيء تأخذه من هالسالفة فخذ إن الوفاء ما له شكل ولا جنسية ولا لسان، الوفاء فعل، وظبيان كان الفعل كله. إذا أثرت فيك هالقصة شاركها، يمكن توصل لقلب ثاني محتاج يصدق إن الدنيا لسه فيها وفاء. ولا تنسى تكتب لي تحت شنو يعني لك الوفاء.